انت كنت عارف ان ممثل بحجم جوني ديب عمره ما خد جايزة الاوسكار في حياته؟ هقول لك النهارده هو اتظلم ولا فعلا ما يستحقش. جوني ديب اللي عمل جاك سبارو وادوارد مقص الايدين وسويني تود عمره ما فاز بجائزة الاوسكار، وده مش معناه ان جوني ديب ممثل ضعيف او موهبته محدودة، بالعكس جوني ديب عبقري جدا، ولكنه ممثل مش من النوع اللي الاكاديمية بتحب تكافئهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جوني ديب من اول ما بدأ تمثيل وعمره ما اختار شخصيات عادية، دايما بيختار شخصيات غريبة فيها جنون وخيال، وده تحديدا كانت مشكلته مع الاوسكار، لان الاكاديميه دايما بتميل للتمثيل الواقعي اللي بيبقى فيه مآسي وصعبانيات ودموع، ويا سلام لو شويه قضايا انسانيه هتبقى حاببهم. انما بقى جاك سبارو وادوارد مقص الايدين وويني وينكا كل ده ما ياكلش معاهم. My name is Willy Wonka. فبعد طبعا الشخصيات دي هم شايفينه ممثل مختلف، مش ممثل يناسب الجايزه. كمان على المستوى الشخصي مش الفني، وده تحديدا يفرق مع الاوسكار. جوني ديب معروف عنه ان هو متمرد هوليود، مش بيفرق معاه الجوائز ومش بيحضر لقاءات تلفزيونيه، ولو حضر بيتكلم بطريقته وعلى طبيعته ومنفض خالص لموضوع الاوسكار ده. كمان مشكلته الاخيره مع امبر هيرد خلت الاكاديميه تجيب منه ورا شويه، وهوليود كلها اتقلبت عليه ساعتها، وشركات انتاج كتير لغت التعاقد معاه بسبب المشكله دي. حتى الترشيحات كانت برضه قليله، هو ترشح 3 مرات للاوسكار وخسرهم كلهم، يا اما بسبب الشخصيه اللي كان بيأديها، يا اما المنافسه كانت صعبه جدا بينه وبين زمايله. في النهايه الاوسكار ممكن تديك لحظات مجد وتديك لحظات انتصار، ولكن الفن والموهبه هم اللي الناس بيفضلوا فاكرينهم. اشوفكم بخير.